الاتحاد السكندري لعب ناقص بعد الهدف مباشره. ده الجول المصري، ده الهدف الاولاني اللي طبعا النادي المصري ده محمود عبد الحكيم. الهدف الثاني بقى محمود عبد الحكيم الله فاول محطوط هدف رائع. ده اول اهداف محمود عبد الحكيم المصري مع ناديه الجديد المصري. نعم. هو لاعب طبعا لعيب مهاري عالي جدا ويتميز بالكرات الثابته والمهارات الفرديه العاليه يعني لاعب بلغه كره القدم اراجوز كوره زي ما بنتكلم يعني. الحارس ده عماد السيد، ده الحارس الثالث لنادي الزمالك في الحقيقه، وعلى قد حلاوه الكره في الحقيقه وجمالها، على قد برضو ان واضح ان في يعني قله خبره من حارس المرمى يعني. ده هدف التعادل لصلاح امين في دقيقه 75 من بابا اركو. صلاح امين بيجيب هدف التعادل لطلائع الجيش. ده برضو هدف من الاهداف اللي في اوقات صعبه جدا. صعب في الدقيقه 8. لكن هو العيدروس بيلعب بالحقيقه بدماغه كويس وقابل العرضيه كويس قوي. مهاره فرديه يا كابتن طاهر جميله يعني، ضربه راس. لما في الحقيقه كابتن شاذلي يعني طلائع الجيش بيعاني في السنوات الاخيره في مركز حراسه المرمى. ده كلام صح. يعني لما نشوف الجولين في الحقيقه يعني واضح ان قله الخبره ورد الفعل واضح يعني. في الجولين، الجول الاولاني كان ممكن لو خد خطوه بدري ممكن يطلع الفاول. الثانيه هو اتحرك ببطء جدا رغم ان الكره صعبه جدا، اتلعبت بضربه راس في زاويه صعبه. ف يعني دي اللي هو لو واخد خطوه من بدري كان ممكن يطلعها. هي اتلعبت حلوه جدا بعد ما دخلت طبعا الكره، بعد ما تخش بيبقى ليها شكل ثاني. ما خدش الخطوه، ما هو لما بياخد الخطوه بيقفل الجول. جميله قوي الكوره بس بعيده قوي كمان. يعني انها تتعمل بليسنج بالمكان ده. كنا بنتكلم على مسيره النادي المصري السنه دي بعد التدعيمات اللي قام بها مجلس الاداره والاستاذ كامل ابو علي. الرياكشن بتاعه والنهارده بيحصل 3 نقاط، ربما تكون دي فتحه خير وتكون يعني بدايه عهد